نابولي اللي هو البوابة الكبيرة البناية جوا. ما بظن نلحق اليوم نروح على الحي الإسباني، هو حي مارادونا. هذا المحل بيعمل كتير طيب، بعرفه من زمان يعني، كتير طيب، وبيعمل كالاماري مقلي، يعني كالاماري بشكل عام مقالي، ولكن طيب كتير. طبعا اللي بحب الفواكه البحر وهيك، كالاماري كتير طيب. الكالاماري طبعا كل شيء هون طيب، هيك الكالاماري في كالاماري، بطاطا يعني فرنش فرايز وخلطات كمان. زين هاي الطابة مثل أعشاب بحرية مقلية، وفي سمك، بس هو فكرته انه تجو، يعني بتاخده وبتمشي أبوع ورق هيك مثل الكورنيتو، يعني أبوع وبيحطوا فيه المقالي وبتاكله وبتمشي. كتير طيبة. وبالليل هيك بعد جمعة الصحاب. وعندهم كمان نوع من البيتزا المقلي، يعني عاملين العجينة، هو هذا اللي جنبه. تعالوا نشوف إذا فينا نصور، إنه تكون هاي عجينتها مثل الدونات بس مالحة طبعا ومقلية. وين ما وقفت بنابولي وأكلت طيب، يعني قاعدته. ورغم إنه مثلا بفرنسا الباتيسريز الحلويات طيبة، بس لقيت أنا بنابولي أطيب ودائما أرخص. أرخص سعر الأكل بالشارع رخيص مقارنة بكل مكان بأوروبا. يعني خلنا نقول أرخص من ألمانيا أكيد، وأرخص من فرنسا أكيد، ولكن الباتيسريز كتير طيبة هون. ونصيحة يعني الواحد ممكن، على فكرة ممكن الواحد يجي بس مشان الأكل بنابولي. يعني هذا الاختراع ما في منه، نادر شوي بمحلات تانية، حتى محلات تانية بظن بإيطاليا. البيتزا طبعا وين ما وقفت أكلت طيبة، متى ما يعني شفت، تعرف شكل، الواحد يعرف شكل بيتزا نابولي. يعني هلا فكرة الختم طبعا انه هي بيتزا نابوليتانية، ممكن بنابولي تكون ما كثير لازمة بشكل عام. هي الختم انه هذا المحل عنده فيرا، يعني حقيقية، مع اشارة البولتشينيلا، شو اسمه ذا كاركتر، بولتشينيلا. هاي اللوجو، انه هو هاي اللي حكينا عنه من شوي مع كلاوديا، انه هاي الشخصية مثل جحا الشعبية بنابولي الثورية، هي على ختم انه هاي نابوليتان بيتزا نابوليتانية حقيقية. This is the real horn, the red one. هذا القرن الأحمر. العالم أحيانا بتفكروا بابريكا فليفلة، لا هو قرن، معنى القرن يجلب الحظ مع مارادونا. هاي كمان، هاي يعني تماما نابولي. بومباي اللي هي قرب جبل فيزوفيو، هي من المدن اليونانية القديمة، هي من أكثر المدن خلنا نقول اللي محفوظة بشكل جيد، لأنه انفجر فيهم البركان، فعمليا هن مفحمين 100%، مثل ما كانوا مفحمين وعملوا مثل فريز للحياة تبعهم. يعني بتذكر كان في فيديو دوكيومنتري بيحكي عن تيكن أرانشيني أني داي، وأنه هذا البركان لما انفجر فبلحظة تفحمت العالم، لأنه هني عمليا ساكنين بجنب قلب البركان إلا شوي يعني.
ففي عدد مدينة كاملة بلحظة تفحمت، وفين الواحد يفوت بمحلات معينة يشوفهم كيف مفحمين. وتلاقي مرة بتذكر في عيلة مفحمة مع الخبز، يعني كانوا عم ياكلوا هيك قاعدين على السهرة عم ياكلوا، ومثل ما كانوا عم ياكلوا تفحموا. نابولي مدينة غذائية 100%، طعام طيب مثل ما قلنا فريندلي. وبعد يعني ال10 سنين الماضية درجة الخطورة على انخفضت كثير، يعني عشت فيها شهر ونص شهرين، درجة الأمان عالية، ليل بالنهار، ايمت ما ماشي في تطور كبير، امان يعني. هذا بلاتسو فينيسيا من المحلات اللي انا بحبها بهي المدينة، بتذكرني باكثر من محل بسوريا بالبيوت العربية القديمة. كان في محل الفنانين التشكيليين بحمص اسمه شعيب، من جوا بيشبهوا كتير. هو يعني طبعا ستايل نابوليتاني، بس الفنانين بيقعدوا فيه، مكان مفتوح تشرب فيه قهوة، فيه كافيه صغيرة. جو انسايد، جو انسايد، يلا ها تعال نشوف. سيلفيا عم ترجعنا نفوت، وفيه جنينة نص معلقة يعني حلو كتير. هو فري انتري، لحظة كتير. مش بابا هلا في عزف بيانو. هذا المحل هون دائما في حدا عم يعزف بيانو وعم يغني. يعني هذا بحس مكان شوي لللوكالز، مانو للسياح كتير، يعني هو مكان مفتوح للناس تجي تقعد ما تعمل شيء. احنا من هون فتنا هاي البوابة. التقليد بنابولي اسمه مثل سسبندد او سسبيزو، انه تشتري انت فنجان الاسبريسو اللي اسمه كافيه بس تدفع دبل، يعني نفرض حقه يورو بتدفع 2 يورو. وبهذا الطريقة انت بتقول لصاحب البار الكافيه انه اذا اجاك حدا ما معه يشرب قهوة بتشربوا قهوة. رموز المدينة، 2 مسرحجية، 3 مسرحجية، لاعب فوتبول، فنجان قهوة، بولشينيلو كائن إنسان خيالي، صحن بيتزا. عظيمة هالمدينة. هاي هذا الشارع السباكا نابولي، عملنا هيك بيعمل لها، كنت عم لها لكلاوديا انه هو من فوق، انا شايفه من فوق من البوميرو، من هي كمان القلعة. شوف شارع ما بيجي من، شوف مبين بالفيديو اذا هيك 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 بيوصل عملنا باسم المدينة بالنص. هي عمليا اذا بنشوفها هي منقوشة، يعني انت تشتريها وتطويها، يعني هي الصنعة تبعها ما مثل البيتزا النابوليتانية الثقيلة هيك يعني هي على عايز شو هالبناية هي بتاكلوا على السريع على الماشي بين محلين يعني. هاي التوليدو
هاي التوليدو، شارع توليدو. بظن بالشام كان في توليدو، بحمص كان في، كل مكان في توليدو. بدنا اروح على التوليدو. هاي الشارع من بيازا دانتي، من ساحة دانتي الشاعر، وننزل هيك طول على البحر. بدنا نعملنا فنجان قهوة على اللونجوماري تبع نابولي، ونحن بنكون عم نشرب قهوة على اللونجوماري، بنتفرج على البحر، وكمان على الفيزوفيو اللي هو البركان الحي تبع المدينة. بركان هو، وطبعا العالم ساكنين تحته. الكوارتيرو اسبانيول، الحي الاسباني، نحن بنسميه حي مارادونا. This one was dangerous before, huh? Still? هاي الحي الاسباني، يعني من 10 بومبولو. هون من رحيق نابولي. هذا الحي يمكن بني بال 1500 ما بعرف 1500، يعني هو موجود طبعا، ولكن عمل حي. هو كل تقاطع هو خطر. ما ننسى صوفيا لورين، كمان صوفيا لورين من نابولي. بوتفولي، ها، صوفيا لورين is from بوتفولي، ها، بوتفولي يعني هي منطقة من نابولي. ترويزي البوستينو، هاي الترويزي اللي نوصل اخذ دور البوستينو. هاي توتو اللي ممثل مسرح المشهور. مثل ما عم نقول انه هن بيجوا دائما رموز 1 2 مارادونا. بعد شوي بتبلش البارات تفتح، تعبى هاي الشوارع سهيرة. يمكن تلاقي بار قد هالميتور هيك، قد هالباب، تجتمع الناس عليه وتصير حفلة. في حفلة هلا بيجي الواحد على عمليا عند القصر الرويال، عند القصر الملكي اللي هو هون، وجنبه في مسرح كمان، وشوف تواجد اللعب الفاصلي عمليا بأمن المدينة اللي هو الجيش أقل مؤسسة، يعني يمكن مقارنة بالأقل المؤسسة تعرضت للاختراق ومن قبل العصابات. هذول محلات القهوة المشهورة، بروفيسوري، محلات قديمة كتير بتعرف تشرب قهوة وحلويات. فلو أن الجيش هو من أقل المؤسسات الأمنية اللي تعرضت للاختراق بإيطاليا، فبالتالي دي رجعوا هيك من فترة 20 سنة ولا 10 سنين، رجعوا سيطروا على أمن المدينة بوجود بتواجدهم. يعني بتلاقي خلص عند الرويال بالاس موجودين. يبدو في كونسرت،
ثانية. منطقة هون خالية من السيارات. هاي القصة. ومن هون هيك طول على البحر. أهل المدينة بيمشوا هون مثل كل المدن الساحلية. طبعا الحجر اللي تحت اللي هون هذا كمان معروف بالمدينة. أحيانا تنزل العالم تسبح هونيك، يعني ما نصيحة لأنه ما يوصل ليك هذيك السفينة قريبة، سفينة واقفة، سفينة طالعة، يعني ما أحسن محل السباحة. يمكن هذا المحل اللي عم بقولكم عنه اللي هو كازا انفانتا، وهو سلسلة في كتير منه بنابولي، ويمكن فتح بأمستردام. بوظة البيستاكيو استثنائية الطيابة. هاي بيستاكيو، هاي ولا لحظة، وهي. What's the difference between this pistachio and that one? This is a mix. This is a mix with Ice cream of pistachio. cream Cream of pistachio. and pistachio. So This one. عم تدللنا البيستاكيو. جراتسي. وهي عملتنا معها كريمة. Wait, like this. So, هاي الكريمة مع الجيلاتو. الجيلاتو هو البوظة وليس الآيس كريم. خلصت. يعني حرفيا هي أطيب بوظة على وجه الكرة الأرضية. الجيلاتو يعني البوظة مع الزبدة المبردة طبعا، وهيك حبات البيستاكيو بقلبها. Ci sono solo al latte o al هيك cioccolato? بالإطابة النابوليتاني إنه يعني طيبة. Allora al latte. إذا طيبة كتير بيعمل واحد إيه ما معقول شو طيبة. البيبي عم يحاول يسرق مني نظرات لحسات. كتير طيبة حقيقة مستاهلة. So delicious. تغيير مزاج استثنائي. حقيقة تعالوا على نابولي بس مشان هيك. باي باي.